هاي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود، والنهارده انا هتكلم على قاعده مهمه جدا في قواعد الجرامر. يعني مفيش حد عدى على الجرامر كده عدى وما درسهاش، وهي قاعده وايل. وايل اللي هي معناها بينما. طيب بستخدمها امتى وازاي وايه الحالات بتاعتها؟ ركزوا وشوفوا الفيديو للاخر، وما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس، وتابعوني على الانستجرام والفيسبوك. ولو انتوا اوريدي على الانستجرام، فلو الفيديو ده نزل على الانستجرام ما تنسوش تتابعوا قناه فن ايزي انجلش على اليوتيوب. طيب بصوا يا جماعه، وايل معناها بينما. مبدئيا كلمه وايل لازم الجمله يبقى فيها تو فيربس. اوكي، يعني وايل ما بتجيش مع فيرب واحد، هتلاقي الجمله دايما فيها فيربين. اوكي، الفكره انا بحط التو فيربس في اني زمن. انا هقول لكم الزمن، وفي الاخر هقول لكم الزمن بيتعمل ازاي، يعني ايه، في نبذه سريعه كده لحد ما نعمل عليه فيديو لوحده. وايل ليها استخدامين، اشهر استخدامين اقدر اقول. اول استخدام، لو انا عايزه اقول بينما انا كنت بذاكر التليفون رن، انا كده عندي حدثين بيحصلوا في الجمله. انا كنت بذاكر والتليفون رن. طيب انا كنت قاعده بذاكر، انا هنا عندي حدث طويل، حدث شغال مستمر، انا قاعده عماله بذاكر. فاول حاجه هنلاقيها في الحاله الاولى في وايل حدث طويل شغال ماشي لوحده. الحدث التاني التليفون رن، فلما التليفون رن انا سبت المذاكره، وذر بقى قمت رديت او انا انتبهت للتليفون. المهم ان الحدث الاولاني اتقطع، انا قطعت الحدث الاولاني. فهقدر اقول ان وايل اول استخدام ليها حدث طويل شغال مستمر، ويجي حدث قصير يقطع الحدث ده. اوكي، بينما انا كنت بذاكر راح التليفون رن. طيب في الحاله دي الحدث الطويل اللي هو اوريدي شغال ومستمر ده بيبقى في الباست كونتينوس، في الماضي المستمر. اوكي، الحدث الصغير اللي قطع بيبقى في الباست سمبل اللي هو الماضي البسيط. يعني هقول ايه؟ هقول while I was studying the phone rang. was studying هو ده الباست كونتينوس، ورانج ده الباست سمبل. اوكي، ده اول استخدام لوايل. تاني استخدام، انا قاعده بذاكر ومامتي في المطبخ بتطبخ. انا هنا عندي حدثين طوال مستمرين وشغالين، بس ده في لاين وده في لاين، هما ماشيين بارلل، ماشيين موازي، مفيش حاجه فيهم قطعت التانيه او عطلتها. انا قاعده بذاكر في اوضه ومامتي قاعده بتطبخ في المطبخ، لا انا قطعت الطبيخ بتاعها ولا هي قطعت المذاكره بتاعتي. انا شغاله في حالي وهي في حالها. في الحاله دي انا عندي الحدثين طوال ومستمرين، ففي الحاله دي الحدثين هيبقوا في الباست كونتينوس. يعني هقول while I was studying my mother was cooking. الاثنين باست كونتينوس. ليه؟ لان مفيش حاجه قطعت التانيه، مفيش حدث قصير جرح قاطع اللي بيحصل. باختصار هو دول اشهر تو كيسز لوايل. اوكي، طيب قبل ما اقفل بقى هقول لكم الباست كونتينوس. طبعا الباست سمبل يا جماعه المفروض انتوا عارفينه، وهتلاقوا فيه فيديو على قناه فن ايزي انجلش، هحاول اسيب لكم اللينك تحت لو انتوا على اليوتيوب، ولو انتوا على الانستجرام روحوا شوفوه بقى على اليوتيوب للباست سمبل. خلونا نتكلم على الباست كونتينوس، الماضي المستمر بيتعمل ازاي. طبعا انا بقول was studying، يعني هقول was او were، والفيرب هحط له ing. اي حدث مستمر يا جماعه يبقى ing، يعني سواء اي continuous ing. اوكي، بس بيختلف في اللي قبله verb to be شكله ايه. فبما اني past فبحط verb to be في الباست اللي هو was او were. طبعا were اللي هي were. اوكي، was بتيجي مع I وهي وشي وإت، وأي حاجة تانية اللي هم يو ووي وذي بياخدوا وير. ده كده مختصر وايل بنستخدمها ازاي، والأشهر استخدامات أو أشهر حالتين لوايل بيبقوا ازاي. أوكي، طبعا بيبقى وايل وجملة وكما والجملة التانية، يعني while I was studying كما مثلا my mother was cooking، أو while I was studying كما the phone rang.
اوكي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم ومفيد ليكم. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وكل الحاجات دي، ولو ليكم حد بيدرس الكلام ده خلوه يتفرج على الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.